اللي معاه اكتر هياخد نادي الزمالك. نادي الزمالك بيتعرض للبيع في الوقت الحالي، وحسين لبيب بلعيبه الزمالك مجلس الاداره بكل الشله اللي حوالين الكابتن حسين لبيب كله هيتباع ورايحين مع مستثمر اماراتي، يعني مش هيقعدوا في مصر كمان، يمكن ياخد النادي بالقلعه ويروح بيهم الامارات ويلعبوا في الدوري الاماراتي ونرتاح من الزمالك بقى ونشوف لنا اي فريق تاني نشجعه، لان اللي بيحصل في الزمالك ده ما يتسكتش على الزمالك. هيتباع المستثمر اماراتي، والمستثمر الاماراتي ده شوف معايا هو رجل الاعمال الاماراتي خلف الحبتور، يعلن استعداده لشراء نادي الزمالك واللاعبين مقابل 3 مليار جنيه، يعني كمان مش دولار مش يورو مش اي حاجه، ده مقابل 3 مليار جنيه. والمصدر مين؟ المصدر رئيس نادي الزمالك السابق المستشار مرتضى منصور. المستشار مرتضى منصور جايب خلف الحبتور رجل اعمال الامارات علشان يشتري نادي الزمالك ب 3 مليار جنيه. عارف يا كابتن حسين لبيب الاهلي اللي هو ثالث الدوري عنده راعي وهو فودافون في الوقت الحالي دافع مليارات علشان يتحط اسم فودافون على قميص النادي الاهلي، دافع مليار 353 مليون علشان بس يتحط اسم فودافون، لوجو بس فودافون على قميص النادي الاهلي الرسمي. يعني انت بتبيع النادي كامل ب 3 مليار في الوقت اللي الاهلي فيه ثالث الدوري اللي بتتريق عليه واللي فرحت الجمهور وضحكت عليهم برخصة افريقيا. وصلت جمهور الزمالك كابتن حسين لبيب ان هي تفرح ان الزمالك قدر يجيب رخصة افريقيا اللي هو اصلا طبيعي، اللي هو اصلا من حقنا نشارك فيها. انت وصلت جمهور الزمالك ان هو يفرح علشان بس الزمالك عرف يجيب رخصة افريقيا ويخلص قصة الرخصة والحكاية والرواية دي. خلف الحبتور عايز يشتري نادي الزمالك ب 3 مليار، واللي ورا الحكاية ده كلها المستشار مرتضى منصور، يعني هو مصدر الحكاية دي وهو اللي جايب خلف الحبتور المستثمر الاماراتي. طيب شوف كده الصورة دي، وده صورة تصورية لاستاد النادي الاهلي اللي هيبقى اسمه فودافون لمدة 20 عام. استاد النادي الاهلي اللي خد رعاية اسمه فودافون وخد عطية الاسم فودافون ودفع في 20 عام 120 مليون دولار كاملين للنادي الاهلي. عارف يعني ايه 120 مليون دولار ياخدهم النادي الاهلي عشان استاده يبقى لمده 20 سنه استاد فودافون؟ طبعا انت هتتريق وتضحك وها والكلام الفاضي ده كله. مفيش نادي بيعمل استاد ما بيسموهوش باسمه، وان ده كله ضحك وان ده مش استاد الاهلي وده استاد فودافون والكلام ده كله. عايز اقول لك لا، مفيش منه الكلام ده استاد الاهلي. ولو الاهلي مش ده استاده وانت شايف، انت بعقليتك الزملكاويه دي شايف ان اصلا ما ينفعش بيع اسم النادي الاهلي وبيع استاد الاهلي لفودافون، لا عايز اقول لك حاجه، فودافون واثقه في النادي الاهلي علشان كده راحت تستثمر مع الاهلي، عارفه ان لو اتحل مجلس اداره الاهلي في اي وقت الاسم بتاع فودافون هيفضل موجود وفلوس فودافون مش هتروح عليها. عارفه ان النادي الاهلي في ناس بتديره، ناس بتحب النادي، ناس بتحب اسم الاهلي وبتخاف على اسم الاهلي، ناس بتحب الفرحه مع الاهلي، ناس كلها من ابناء الاهلي، ناس كلها بتتفق حوالين بعض على خدمه الاهلي، وهم مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن الخلوق والمحترم جدا محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في الوقت الحالي. ففودافون عارف ان هو بعد سنتين من دلوقتي هيبقى الاستاد خلصان، وهاكد لك على الكلام ده في الفيديو ده وخليك معايا. وده التاكيد، ده التاكيد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بنفسه هو كان بيشرف على بداية الخرسانات في استاد الاهلي اللي هو يبقى باسم فودافون لمدة 20 عام. وانت خليك باحلامك البائسة دي، وخليك مع الكابتن حسين لبيب اللي منومك ننا ومفهمك ان فودافون مش هيبقى راعي للاستاد، ومفهمك ان ده مش استاد الاهلي، ومفهمك ان الاهلي ثالث الدوري، ومفهمك ان احنا عملنا رخصة افريقية وان احنا خلصنا كل حاجة بمجهوداتنا وبفلوسنا والكلام ده كله. الكابتن حسين لبيب بيضحك عليك، وقدامك اهو صورة الكابتن محمود الخطيب وهو في استاد الاهلي وبيشرف على الخرسانات بنفسه. اشرف داري عايز يمشي من النادي الاهلي. طب عايز تمشي عن اشرف داري ليه؟ شوف معايا بقى. اشرف داري يخطر الاهلي برغبته في الرحيل العاجل عن مصر بسبب دخوله في ازمه قانونيه وخضوعه للتحقيق في قضيه سرقه الذهب وعقد الزواج العرفي. اشرف داري كان متجوز عرفي، فكل اللي حصل دلوقتي ان هي رفعت قضيه عليه
وهو شايف ان الاهلي ما اتدخلش في القضيه وما خلصهالهوش، وهو عايز يمشي بسبب كده. يعني بالبلد كده مش عايز حوارات. اشرف داري اللي ما كانش عايز يسيب جنيه واحد للنادي الاهلي، ما كانش عايز يسيب جنيه واحد للنادي الاهلي عشان يمشي في الوقت ده، بيتحنن وبيترجى النادي الاهلي ان يسيبوه يمشي بس علشان الموضوع ما يكبرش وتزعل مراته المغربيه اللي موجوده في الوقت الحالي في المغرب. اشرف داري اللي راح مع المنتخب المغربي ولا بيلعب مع النادي الاهلي لا وبيعمل حوارات، وكمان واخد معاه اشرف بن شرقي شاهد على الحوارات دي. اشرف بن شرقي داخل في مشاكل بسبب اشرف داري في الوقت الحالي، واشرف بن شرقي شاهد على مشاكل اشرف داري، وكمان اشرف داري عايز يمشي وعايز يسيب كل الفلوس وكل المستحقات اللي عند الاهلي في الوقت الحالي قصاد بس ان الاهلي يسيبه يمشي ويرجع المغرب علشان الموضوع ما يكبرش اكتر من كده، ومراته اللي في المغرب تعمل معاه مشاكل وترفع قضيه هي كمان وتبقى مشكله كبيره عند اشرف داري. فاشرف داري فضل انه يسيب كل الاموال اللي عند الاهلي وكل مستحقاته ويمشي في الوقت الحالي اقصاد بس ان ما يدخلش في اي حوارات ولا في اي مشاكل مع مراته المغربيه في الوقت الحالي. وتاكيدا لان المصدر هو المستشار مرتضى منصور علشان يدخل خلف الحبتور رجل الاعمال الاماراتي صاحب مجموعه الحبتور بالامارات شراء نادي الزمالك. اهو المصدر اهو بعد عرض الحبتور شراء نسبه في شركه الكره بالزمالك من خلاله مرتضى منصور. قال ايه المستشار مرتضى منصور؟ لمن يسالون عن صفتي انا الرئيس الشرفي للنادي بقرار مجلس الاداره، الحبتور تواصل معي لانه يريد شراكه نظيفه من غير سمسره ولا عمولات. حبتور عايز شراكه نظيفه، مش عايز سمسره، مش عايز عمولات، والكلمة العليا والنهاية لأعضاء الجمعية العمومية أصحاب النادي. يعني بيضرب بيد من حديد المستشار مرتضى منصور، وما شفناش ولا هنشوف واحد يقدر يطلع يرد على المستشار مرتضى منصور في الكلام اللي بيقوله، لأنه بيقول كلمة موجودة فعلا في نادي الزمالك في الوقت الحالي. بيقول لك الحبتور عايز شراكة من غير سمسرة ولا من غير عمولات، والكلمة العليا والنهاية لأعضاء الجمعية العمومية في الوقت الحالي اللي هم مين؟ أصحاب النادي. المستشار مرتضى منصور بيفجرها، بيقول لك هم اصحاب النادي. هل حد قادر منهم انه يخرج في الاعلام او في تصريح او في بيان يرد فيه على المستشار مرتضى منصور بعد الكلام ده؟ مفيش اي حد فيهم يقدر يرد على المستشار مرتضى منصور، لان المستشار مرتضى منصور بيقول كلام واقع من قلب الحدث. اما عن اخبار النادي الاهلي، شوف معايا قيمه انتقال مصطفى العش ومحمد شكري من الاهلي كلفت النادي 60 مليون جنيه. في حال وافق حسين عموته مدرب الاهلي على رحيل عمر الساعي سينضم مقابل 35 مليون جنيه، وكده بقى الاهلي ما خسرش والمسافه قريبه جدا جدا، لان الاثنين كانوا في اعاره الموسم اللي فات كل واحد فيهم ب 10 مليون الموسم اللي فات. يعني النادي الاهلي ما خسرش، النادي الاهلي بيعرف باحترافيه كبيره جدا يطلع اللعيب ازاي ويجيبه ازاي، والخساره قريبه جدا، والاهلي اصلا مش عايز اللعيبه دي، فمش هيفرق الاموال اللي اتدفعت، ولا الاهلي اصلا خسر في الوقت الحالي اي حاجه تخص اللعيبه دي. واللعيبه دي رحلت وجات الاهلي ومشيت من غير النادي ما يخسر حاجه ولا اي حوارات تحصل في عقودهم، واللاعيبه مشيوا بسلام والنادي الاهلي مكمل والدنيا تمام. شايف يا كابتن حسين لبيب؟ شايف الاحترافيه؟ شايف الناس اللي بتحبه وبتخدم الاهلي شايفهم بيعملوا ايه؟ ويلا نخش على حبيبنا الزمالك واخبار الزمالك. كابتن معتمد جمال يقرر انطلاق فتره اعداد الزمالك للموسم الجديد يوم السبت، وإجراء الكشف الطبي للاعبين على مدار يومي الخميس والسبت المقبلين قبل بداية فترة الإعداد. كابتن معتمد جمال اللي مشوه رجعوه، في أي أزمة بتلاقيه، معهوش فلوس بتلاقيه، معرفش يجيب مدرب بتجيبه، بيروح أي نادي بتقول تعالى كابتن معتمد جمال، بيمضوا وبيبصم هناك، هو مش عايز أي مستحقات وبيسيب الفلوس كلها هناك، وبيجي الزمالك حبا في جمهوره. لكن اللي بيحصل معاه ده حاجة تحزن وحاجة تحزن فعلا. عارف يعني ايه واحد يسيب الدنيا كلها ويجي لك انت مخصوص وانت في الاخر تمشيه، وبعد كده ترجع تاني تقول له عايزك فيرجع لك، تقول له مش عارف اجيب مدرب اجنبي فيجي لك. كل اللي بيحصل ده يحسب للكابتن معتمد جمال ويحسب لوفائه، لان الكابتن معتمد جمال زملكاوي اصيل، زملكاوي هو الوحيد في الوقت الحالي اللي بيخدم نادي الزمالك، واللي كان معاه قبل كده هو المدير الرياضي لنادي الزمالك جون ادوارد اللي مشوه كابتن حسين لبيب والجماعه اللي حواليه اللي هم اعضاء مجلس الاداره، وانت عارفهم وانا عارفهم، بس ملوش
لزوم نجيبوا كمان سيرتهم في الفيديو ده. ورابطة الأندية أعلنت الأربعاء 5 أغسطس موعد لقرعة الدوري المصري. عايز أقول لكم يا رابطة الأندية إن الزمالك لحد دلوقتي ما عملش فترة إعداد، والرابطة هتعمل قرعة الدوري. طب إيه يا كابتن حسين لبيب؟ طب أنت معانا ولا مش معانا؟ أنت على الهوا ولا مش على الهوا ولا إيه دنيتك؟ أنت بتروح المكتب وبتروح بس عشان أنت رئيس نادي الزمالك ومتكيف من كده وخلاص؟ يعني فهمني أنت إيه دنيتك معانا وإيه في الواقع اللي إحنا عايشين فيه. رابطة الأندية بتعمل القرعة يوم 5 أغسطس واحنا لحد دلوقتي لسه ما بدناش فتره الاعداد، ومش عارفين نرجعوا اخوان بزيره ولا عارفين نرجع شيكو بنزا، مش بيردوا علينا. والرئيس السابق ممدوح عباس بديل شركه الكره بالزمالك هو ممدوح عباس. عارف يعني ايه ممدوح عباس يبقى ماسك شركه الكره بالزمالك ويجي مرتضى منصور كمان يشتروا الزمالك هو والحبتور رجل الاعمال الاماراتي؟ يعني يبقى مرتضى منصور رئيس النادي والاستاذ ممدوح عباس هو رئيس شركه الكره. تلقى مصارعه بقى، يشتغل المصارعه والدبليو دبليو اي في نادي الزمالك كل يوم صبح وكل يوم. يعني مجرد ما يجوا تبدا المصارعه، ومجرد ما يمشوا تبدا المصارعه تاني لحد ما يمشوا. انت عارف ايه اللي بيحصل في الزمالك وايه اللي هيحصل في الفتره الجايه؟ موضوع صعب وفاق العقول. ومشينا جون ادوارد المدير الرياضي اللي هو في الوقت الحالي شايل نادي الزمالك. طب هتجيب مدير رياضي تاني؟ طيب ماشي، يلا هات لي شيكابالا هيبقى مدير رياضي. شيكابالا طلع ونفى الاخبار دي وقال لك لا وجود لي صح، وانا الاخبار دي محدش كلمني عشان ابقى مدير رياضي. واقول لك حاجه، شيكابالا مش هيوافق بدي القصه دي. شيكابالا مش هيوافق لان عارف ان الوقت الحالي في نادي الزمالك صعب، والوقت الحالي ما فيهوش سيوله ماليه. هيصرف منين على الفريق المدير الرياضي؟ هيعمل ايه مع فريق خربان واداره فاشله؟ وهيضيف فشل على فشله شيكابالا مع نادي الزمالك. فقال لك انا اريح دماغي دلوقتي بقى، ولما افكر في اي منصب في الكوره اذا كان في الزمالك او في اي نادي اخر يبقى مش دلوقتي. وافكر كمان في منصب في نادي يكون كويس، في نادي يقدرني، في نادي عالي صاحب قيمه، ونادي ما فيهوش ازمات، ونادي ما فيهوش ازمات مستحقات، ونادي لعيبته بترد على مجلس الاداره، ونادي بيدفع لفلوسها في مواعيدها. يعني شيكابالا بالبلد كده بيقول لك لما انا هاجي عندك انا هدفع من جيبي. طب وعلى ادفع من جيبي؟ طيب ما انا خليني زي ما انا والدنيا مرتاحه ومستقنيص، وانت بقى شيل ليلتك. انت مشيت افضل مدير رياضي في مصر وعايزني انا منصف بقرار لاعب النادي الاهلي الجديد سبب انتقالي الى الاهلي المصري، فريق كبير ولا يحتاج لمقدمه، وانا اتشرف بالانتقال اليه. هذا الفريق ينافس على الالقاب كل موسم، وهذا ما سأسعى إليه معه. لاعب جاي عارف إن النادي الأهلي نادي كبير، نادي شرف، نادي صاحب قيمة، نادي معاه فلوس هيديله فلوسه في وقتها، نادي بياخد بطولات، نادي في العالمية، نادي رعاة عالمية، نادي بالمليارات، نادي بملايين الدولارات، نادي بتجيله فلوس من الهوا، وعارف ان هو مش هيدخل في اي ازمات. حتى لما يعوز يمشي عارف ان هو هيمشي من النادي الاهلي من غير اي مشاكل ولا اي حوارات في الوقت الحالي. هو جون ادوارد مشي من الزمالك واختلق ازمات واختلق مشاكل. جون ادوارد لو كان عايز مستحقاته، لانه اكيد في عقده في شرط جزائي كان خده، لكن جون ادوارد نازل عن كل شيء قبل رحيله عن نادي الزمالك ولم يضع اي شروط او مطالب من شانها ان تسبب في ازمه بينه وبين اداره النادي. يعني من غير اي حوارات ولا اي حكايات، انا ماشي وانتوا تفضلوا ديروا نادي الزمالك بالطريقه اللي تحبوها وانا مع السلامه. بقى جون ادوارد ريحهم منه ومشي وساب نادي الزمالك علشان عارف ان الفتره الجايه صعبه جدا جدا على نادي الزمالك. وجون ادوارد شايف ان هو مش هيضيف وهم مش هيدولوا اللي هو عايزه، فنادي الزمالك في ازمه. فجون ادوارد قال لك ريح دماغي وامشي من نادي الزمالك بدل الازمات والحكايات الطويله بتاعت نادي الزمالك. لو وصلت لاخر الفيديو متنساش اللايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن.